أعزائي المشاهدين، أنا من بغداد مواطن أراجع مستشفى مهرباني، يعني صار تقريبا أكثر من 3-4 سنوات. والله ما شفت غير كل الاحترام والتقدير من عندهم والنظافة، وخاصة الدكتور دلير والدكتور زانة وكل الأطباء اللي موجودين هنا بهاي المستشفى متعاونين ويقدمون خدمة للناس، ومستشفى خيرية يعني. والله الله يحفظهم، الله يحفظهم ويستر عليهم بإذن الله. شغلهم نظيف، شغلهم مرتب، أسعارهم مناسبة بشكل يعني تفرق عن باقي المستشفيات. يعني ما أعرف يعني شلون الله يجازيهم بهذا عملهم وإخلاصهم. وهي الطب مهنة قبل لا تكون استفادة مادية، فهي رسالة إنسانية يوصلوها للناس، والله يحفظهم ويوفقهم إن شاء الله بجاه محمد. وش أقول يعني شو أحكي بحقهم، والله قليل. ومستشفى جدا جدا راقية وجدا نظيفة من والله يعني افتريت دول طالع، محافظات رايح. بس شيء اللي لمسته مستشفى مهرباني، يعني مو دفاعا عنهم بس، يعني قمة الأخلاق والنظافة ومن جميع الجهات ماديا ومعنويا. الله يوفقهم، الله يوفقهم ويستر عليهم بإذن الله. يعني أنا هسه حاليا العملية كانت رفع كيس بالكتاف بين الأضلع، كانت جدا يعني عملية يعني خلينا نقول شوية مو صعبة كلش، بس الدكتور ما قصر، يعني خلال نص ساعة 3-4 ساعات كمل العملية بإذن الله، وجدا نظيفة بشكل نظيفة العملية. أنا جاي هنا بالمستشفى، كان عندي تحاليل عامة طبعا، بس جايب مرت عمي سوينا لها عملية رفع كيس بين الأضلع بالكتاف، والعملية كانت جدا ناجحة بشكل جدا. ومشكور دكتور دلير على هذا العمل الرائع والله، وكلش نظيف. يعني حتى ما يحتاج ورا هاي العملية، ما يحتاج، بس في مجرد اوبر انطاها وخلاص انتهى الموضوع والحمد لله. شكرا. أنا جاي خصيصا المستشفى مهرباني على مود هاي العملية الخاصة اللي بالكتف، اللي موجودة بالكتف، واللي رفعها دكتور دلير. مطر والطريق كله، بس تعنيت المستشفى مهرباني، تعنيت يعني لأن تستاهل واحد يتعنى لها. مستشفى مهرباني تستاهل واحد يتعنى لها، والأطباء اللي بيها من خيرة الأطباء، من دكتور دلير وفنزولا. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی